المنجم الأشهر في العالم نوستراداموس جاءت شهرته من كثرة تنبؤاته التي صحت وحدثت بالفعل، وكان أغلبها تنبؤات كتبها كنعيق الغربان متوقعا حدوث العديد من الأحداث الكارثية في العالم. وبرغم إقرارنا أن المنجم دائما كاذب وإن صدق توقعه، إلا أن تنبؤات نوستراداموس جديرة بالتفكير والدراسة. إليكم 10 تنبؤات تحققت بالفعل للمنجم نوستراداموس. التنبؤ ببابا الفاتيكان. بينما كان نوستراداموس في إيطاليا مر براهب شاب يدعى فيليكس بريتي، فركع نوستراداموس أمامه بمجرد رؤيته قائلا قداستكم، وكان ذلك تنبؤا بترسيم هذا الراهب بابا للفاتيكان. وقد تحققت هذه النبوءة عام 1585 ليصبح هذا الراهب البابا سكستوس الخامس. التنبؤ بموعد موته. في مساء اليوم الأول من شهر يوليو عام 1566 أخبر نوستراداموس مساعدته أنه لن يكون على قيد الحياة مع شروق شمس اليوم التالي، وبالفعل فقد وجد نوستراداموس ميتا على الأرض بجانب سريره نهار اليوم الذي تلاه. التنبؤ بمولد وهزيمة نابليون بونابرت. سيولد إمبراطور قرب إيطاليا، سيكلف الإمبراطورية غاليا جدا، سيقول حلفاؤه عندما يرونه إنه جزار أكثر من كونه أمير. في هذه الأبيات تنبأ نوستراداموس بميلاد نابليون بونابرت الإمبراطور الذي ولد في جزيرة كورسيكا، وسيكلف الإمبراطورية الفرنسية الكثير من الرجال والأموال. وتنبأ كذلك بهزيمة نابليون قائلا يتحطم الأسطول قرب البحر الأدرياتيكي، ترتعد الأرض وتقذف في الهواء وتسقط مرة أخرى، تهتز مصر ويزداد المسلمون، ويرسل الرسول لكي ينادي بالاستسلام. وكان تفسير هذه الأبيات واقعا تحقق على أرض مصر، حيث هزم الأسطول الفرنسي وفشل نابليون في احتلال عكا وعاد إلى فرنسا، ثم تم نفيه إلى جزيرة سانت هيلانا. التنبؤ بهجمات 11 من سبتمبر. سوف تحترق السماء في 45 درجة، يدنو الحريق من المدينة العظيمة الجديدة، يقفز اللهب الكبير المنتشر إلى الأعلى مباشرة عندما يريدون الحصول على دليل من نور من دين. الشطر الأول يشير إلى حدوث حريق هائل على خط العرض 45 درجة في المدينة الجديدة، وهو موقع نيويورك الجغرافي. وبالفعل كما تشير الأبيات إلى حدوث انفجار هائل في مدينة نيويورك التي أسماها المدينة الجديدة، وهي إشارة إلى أحداث 11 من سبتمبر. في النص الأصلي للنبوءة توجد كلمة تاور أي البرج، وهو ما حدث يوم 11 من سبتمبر حيث انهار البرجان. التنبؤ باغتيال الأخوين كينيدي. الرجل العظيم في أعظم دولة تصرعه صاعقة في عز الظهر وأخوه بعد ذلك. هنا يصف نوستراداموس مقتل الرئيس الأمريكي جون كينيدي، والذي توفي متأثرا بطلق ناري أطلقه عليه لهارفي أوزوالد ظهيرة يوم 22 من أكتوبر عام 1963 أثناء مرور موكبه، ثم قتل شقيقه روبرت من بعده بنفس الطريقة. التنبؤ بمقتل الملك هنري الثاني. سيتغلب الأسد الصغير على الأسد الكبير في ميدان القتال وفي ميدان فردي، سيفقأ عينه وهما في قفصهما الذهبي جرحان في مكان واحد، ثم يموت ميتة قاسية. تحدثت نبوءة نوستراداموس عن شبل يهزم أسدا في أرض المعركة، وعن قيام الشبل بثقب عين الأسد مخترقا قناعه الذهبي، مما يتسبب في موت الأسد ميتة مؤلمة. وبالفعل تحققت هذه النبوءة بعد مرور 3 سنوات على كتابتها، حيث لقي هنري الثاني ملك فرنسا حتفه على يد نبيل ولاية مونتجمري بعد مبارزة بينهما جراء اختراق رمح النبيل لخوذة الملك واستقراره خلف العين ناحية المخ. ومن المهم معرفة أن الملك الفرنسي كان له رمز أسد على درعه الذهبي، أما قائد الحرس فقد كان علمه يحمل رمز شبل صغير قوي. التنبؤ بالقنبلة الذرية. قرب الميناء وفي مدينتين ستحدث كارثتان لم يرى التاريخ لهما مثيل: جوع، نار، طاعون في الداخل، ناس يهربون خارجا، سوف يبكون من أجل الحصول على مساعدة الله العظيم.
تنبأ نوستراداموس بوقوع كارثة كبرى من مدينتين لم ترى البشرية مثلهما من قبل، ويعتقد أنه كان يقصد كارثة قصف الولايات المتحدة الأمريكية لمدينتي هيروشيما وناجازاكي اليابانيتين بقنبلتين ذريتين في عام 1945، وما سببته تلك الكارثة الإنسانية والبيئية من عذاب لسكان المدينتين بسبب الانفجار المهول وما صاحبه من تسمم إشعاعي. الحرب العالمية الأولى. إن حربا مخيفة تدار في الغرب، وفي السنة التالية سيأتي مرض سار رهيب جدا سيهاجم الصغار والكبار حينما تكون النار والدم والحرب. هنا يتنبأ بوقوع الحرب العالمية الأولى وانتشار وباء الإنفلونزا الإسبانية، والذي أدى إلى موت 15 مليون شخص في عام 1918 بعد الحرب العالمية الأولى. التنبؤ بكارثة مكوك الفضاء تشالنجر. من البشر 9 يرسلون بعيدا عن السحاب والمشاورة، إيمانهم سيبحر على كابا ثيتا لامدا المتلاشي الميت. انفجر مكوك الفضاء تشالنجر في يناير عام 1986 بعد انطلاقه ب73 ثانية فقط، وتسبب في مصرع رواد الفضاء ال7 الذين كانوا على متنه. ويحاول المؤمنين بهذا العراف إعادة ترتيب حروف كابا ثيتا لامدا حتى تطابق اسم الشركة المسؤولة عن الخطأ الذي أدى إلى حدوث الكارثة، واسمها يحتوي على الثاء والكاف واللام كما جاء بالنبوءة، كما يتجاهلون أن من مات بالحادثة هم 7 رواد فضاء وليس 9. التنبؤ بحريق لندن الكبير. الدم سوف يذرف من لندن وحدها، أحرقت بالنار عام 66، ستسقط السيدة الكبيرة من مكانها العالي، وكثير من نفس طائفة سيقتلون. يشير هنا إلى الحريق الذي نشب في مخبز توماس فارنر، والذي ما لبث أن انتشر غربا عبر مدينة لندن في 2 سبتمبر عام 1666، ليستمر الحريق 3 أيام. دمرت النيران خلالها مدينة لندن القديمة والتي بنيت في القرون الوسطى، ويحيطها سور لندن الروماني الأثري، بينما لم تسجل عدد كبير من الوفيات، فقط تم تسجيل 6 حالات وفاة جميعهم من الفلاحين.